لو انت صحيت لقيت نفسك موجود في تابوت ايام انتشار مرض الكوليرا، فانا مش عايزك تقلق، لان في فرصه كبيره ان انت هتنجو. وده لان في وقت انتشار مرض الكوليرا كان حصلت حالات كتير دفنوا فيها ناس وهم احياء، فبدا الناس تفكر في حل يعملوه عشان يلحقوا اي حد لو اتدفن بالغلط. وفعلا بداوا ان هم يوصلوا انابيب لحد التوابيت تحت. الانابيب دي هتسمح بمرور الهواء، بحيث لو انت فقت ولقيت نفسك لسه تحت هتقدر انك تتنفس. وبعدين حطوا فوق كل تربه جرس، والجرس ده كان موصول بحبل، فانت مجرد ما تبتدي انك تشد في الحبل الجرس هيرن، والناس اللي شغالين في المقابر هيجوا يطلعوك. تخيل تكتشف انك ساكن فوق مدينه بناها الجن. الراجل ده اثناء ما هو بيدور في القبو بتاعه كسر حيطه بالغلط، واكتشف وراها ان في نفق كبير، والنفق كان جزء من شبكه انفاق عملاقه. والعلماء لما بحثوا اكتر اكتشفوا انها مدينه كامله تحت الارض، ارتفاعها تقريبا وصل لحوالي 18 طابق، وكانت عندها قدره استيعابيه تصل لحوالي 20,000 بني ادم يعيشوا جواها. شبكه الانفاق كانت معقده جدا، كان فيها ترابيزات ومحلات ورفوف للكتب، وحتى ان كان فيها انفاق سريه للهروب، وده لان هي غالبا اتبنت عشان تبقى مجرد ملاذ للناس اثناء الحرب. لكن في كلام تاني طالع عن مدينه درينكوي اللي موجوده في تركيا ديت، ان شبكه الانفاق ديت صعب ان اللي يحفرها بشر، وان غالبا اللي حفرها الجن، او حتى ان هم كانوا كائنات فضائيه. لو في تعبان عضك من دراعك ومش عايز يسيبك، فما تحاولش بقى انك تشده، لان ده هيخليه يمسك اكتر في دراعك. اول حاجه تجرب تعملها ان انت تفتح عليه ميه سخنه، لو في كاتل او حنفيه ميه سخنه جنبك اعمل كده، غالبا هو هيسيبك وهيجري. لو الموضوع ده بقى ما نفعش، حاول انك تعض ديلك. التعابين غالبا لما تتعض من الديل بتحس بالتهديد وهتحاول انها تدافع عن نفسها، ولو كل المحاولات دي فشلت حاول انك تكب في بقه صابون سائل او مطهر ايد، حاجه تكون ريحتها نفاذه، وده لان التعابين بتنفر جدا من الروائح النفاذه، فهيسيبك وهيطلع يجري. لو انت جربت تنط في حوض مليان عملات معدنيه، اغلبيه الناس مفكره ان انت هتبقى قادر انك تعوم فيه، او تبقى حرفيا زي ما بيقول لك ده بيعوم في الفلوس، ولكن الحقيقه ان العملات دي عشان مصنوعه من المعدن، فانت لما هتيجي تنط جسمك الصلب هيصطدم بماده صلبه، وده هيتسبب لك في كميه كسور مش طبيعيه بسبب الاصطدام. طب لو احنا بقى جربنا نبدل العملات المعدنيه ونجيب عملات ورق، المفترض ان العمله الورق هتبقى رقيقه وهتبقى فلافي كده زي القطن، ولكن بسبب انها مرصوصه على شكل رزم فهتبقى عامله شبه الكتب، والاحتكاك ما بين الورق بتاع الفلوس هيمنعها انها تتزحزح، ولو جيت تنط برضه كانك اصطدمت بجسم صلب، وبسبب وزن جسمك هيتكسر لاخر عضمايه فيه.